من غير اي مقدمات كتير تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل امبارح في فرايداي نايت سماك داون. Acknowledge me. قبل بس ما نبدا كده يا رجاله، عاوز اتكلم عن ان الجماهير بصراحه كانت حلوه جدا، وكان في جو تفاعل وحماسي منهم، وخاصه في فقره كودي رودز وماتش راندي اورتن. والاحلى بقى من كل ده كان بعد العرض مع سامي زين. هو كان في بس مشكله كده، ان الفئه الاولى من المدرجات اللي هي التذكره بتاعتها اغلى حاجه دي ما كانتش مليانه 100%. كان في اماكن كتير فاضيه فيها، لكن بقيه المدرجات كانت كلها مليانه، وكان التفاعل حلو، واعتقد التفاعل هيزيد وهيبقى اجمد النهارده في الكينج اوف ذا رينج. بس انا في حاجه بس كده عاوز اقولها، يمكن حد يسمعها ويعمل بيها. مش لازم الجماهير تشجع بالانجليزي يا جدعان، شجعوا عادي بالعربي. فرنسا كانت بتشجع بالفرنسي، والمصارعين ما كانوش فاهمين اي حاجه، بس كانوا عاملين اجواء جامده جدا. نفس الكلام هنا برضو، ما عادي ما تشجع بالعربي، الكل اكيد مش عارف انجليزي يعني، فعادي شجع بالعربي يا عم. المهم يحصل اجواء جامده جدا في المكان، اجواء حماسيه وتفاعل وكده يعني. بس كده. ولكن تفاعل الجماهير امبارح في سماك داون كان حلو جدا. بس كده. برضه قبل ما العرض يبدا جابوا فيديو لتريبل اتش بيعلن فيه اعلان مهم جدا جدا. بيعلن ان اللي هيفوز في الكينج اوف ذا رينج ويبقى هو ملك الحلبه، ده هيبقى ليه فرصه للعب على بطوله من بطولات العالم في سمر سلام، سواء الورلد هيفي ويت تشامبيون شيب او الاندسبيوتد دبليو تشامبيون شيب. يختار اللي هو عاوزه، هيبقى ليه الحق يختار يلعب على اللي هو عاوزه في سمر سلام. ونفس الكلام برضه في السيدات، فدي حاجه بصراحه جامده جدا. بس الاعلان ده انا شايف ان هو اتاخر جدا بصراحه. الاعلان ده لو كان اتقال في بدايه التصفيات كان هيعمل حماس وجمدان اكتر واكتر من كده بكتير. لان انا مثلا واحد من الناس، انا عارف ان الكينج اوف ذا رينج دي ملهاش اي 30 لازمه في الحياه غير انك هتلبس التاج ويبقى اسمك ملك الحلبه بس كده، شكرا. فاللي هو انا كنت عادي، ما كنتش مهتم قوي يعني. لكن دلوقتي لا، دلوقتي الكلام بقى جامد، دلوقتي الكلام بقى رايح في الحته اللي احنا عاوزينها، الا وهي القاب العالم. لا وكمان لسه فاضل لك بتاع حوالي شهرين او 3 شهور تقريبا على سمر سلام، فانت هتبني عداوه جامده وحلوه جدا جدا في سمر سلام. بس كده. فالاعلان ده جامد جدا، بس هو بالنسبه لي كان متاخر بصراحه، كان المفروض يبقى يعني بدري شويه عن كده، بس تمام يعني شغال. بعد كده بقى بنفتتح العرض بماتش سيدات بيانكا بلير ونايا جاكس، واللي فازت كانت نايا جاكس، وهي اللي بنسبه كبيره جدا النهارده هتكون الكوين اوف ذا رينج بنسبه كبيره يعني. بس كده. بعد كده بقى بنروح لفقره جرايسون وولر افكت. اوستن سيري وجرايسون وولر طالعين يهزروا ويقلوا ادبهم ويعطفوا ويلطفوا وكل الكلام ده. فهحكي لكم سريعا كده اللي حصل. المفروض ان ال اي نايت هو اللي كان هيبقى ضيفهم في البرنامج ده، ولكن بعد شويه ضحك كده وهزار دخل كارميليو هيز وقال لهم انا هكون ضيف افضل من ال اي نايت التعبان ده. انا تم اختياري في الجوله الاولى من الدرافت، انا دلوقتي السوبر ستار الاشهر في سماك داون، انا مش عارف ايه ولسه هيكمل. قام اوستن سيري راح جاي قايل له الظاهر انك نسيت حصل فيك ايه الاسبوع اللي فات. قال له لا 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 انا فاكر، بس يعني فكك من الكلام ده دلوقتي خالص، احنا الثلاثه رجاله سمجه زي بعض، فليه ما نكونش مع بعض. قام جرايسون وولر راح جاي قال له فعلا انت عندك حق، انت هتكون ضيف احسن بكتير من العبيط ال اي نايت. وبس كده. قعدوا بقى هم الثلاثه يتريقوا على ال اي نايت، وبعدها راحوا جايين متريقين على بابي لاشلي وستريت بروفيتس. سيري راح جاي قايل لكارميلو هيز بابي لاشلي كان عاوز يقدم لك النصيحه. نصيحه ايه؟ هو اخره ينصح ستريت بروفيتس ازاي يخسروا قدامنا، بس كده. هي دي النصيحه بتاعته، ده هي دي النصيحه اللي هو ممكن يقدمها لك، اللي هو انت ازاي تخسر بس. فهم الثلاثه بقى كانوا واقفين بيقلوا ادبهم على المصارعين، وبالاخص لما لقوا الجماهير عماله تهتف جامد لال اي نايت فضلوا يزيدوا في قله ادبهم وفي الغلط وفي الشتايم على ال اي نايت لحد لما دقت موسيقى دخل ال اي نايت وخد بوب عالي جدا جدا من الجماهير. فعلا الجماهير تفاعلت معاه بشكل قوي جدا يعني. تستاهل يا ابني والله، الواد ده فعلا كاريزما جامد جدا جدا على المايك بجد يعني. المهم طلع ال اي نايت ووجه كلامه بالاخص لكارميلو هيز وقال له استمر في اللي انت بتعمله ده، استمر في قله ادبك معايا، استمر في عدم احترامك ليا لحد لما هاجي في مره واحط عليك، والمره دي هتبقى قريبه جدا مش بعيده، وساعتها هتسمع الكل بيقول
وبس كده جه يسيبهم ويمشي، قام كاراميليو هجم عليه وجرايسون وسيري راحوا يساعدوه ونزلوا هم الثلاثه ضرب في ال نايت. في اللحظه دي دخل بسرعه ستريت بروفيتس ولحقوا ال نايت عشان نروح لتاني مباراه في العرض، مباراه تاج تيم ثلاثيه سيري وجرايسون وولر وكاراميليو هيز ضد ستريت بروفيتس وال نايت. لعبوا هم السته مباراه طرش جامده جدا جدا بجد يعني، او بالاخص اخر 3 دقائق. اخر 3 دقائق دول كان فيهم كميه طرب رهيبه، حركات وفينيشات وطيران هنا وهناك جمدان بجد يعني. وطبعا في الاخر خلصها ستريت بروفيتس وهم اللي فازوا هم وال نايت، والجماهير كانت مستمتعه جدا جدا. والاحلى بقى ان بعد الماتش ستريت بروفيتس قعدوا يعملوا حركه رونالدو سي، قعدوا يعملوها كتير والجماهير كانت حابه جدا جدا الحركه دي وكانوا متفاعلين معاهم بشكل قوي يعني. وال نايت هنا كان بيبص لهم اللي هو انتوا بتعملوا ايه، بس للاسف ما شاركش معاهم، كانت هتبقى حلوه جدا منه يعني، ولكن انتهت الفقره دي على كده. المهم نطلع بقى من الفقره دي بايه؟ بحاجه واحده بس، بعداوه هتحصل الفتره الجايه بين ال نايت وكاراميليو هيز، بس كده. دي اهم حاجه انا لقيتها في الليله دي كلها يعني. اعتقد مفيش حاجه تاني ممكن نطلع منها من الفقره دي غير العداوه دي بس يعني، اعتقد يعني. وانهم طبعا هم السته عملوا ماتش حلو جدا والجمهور اتفاعل معاهم بشكل قوي جدا، واديله 8 من 10. بعد كده بقى بنلاقي كودي رودز ماشي في الكواليس فبيقابل الليجند كيلر راندي اورتن. حلو قوي 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 اللقاء ده بجد حلو. هو ما حصلش اي حاجه خالص في اللقاء ده غير ان كودي رودز راح جاي مدد ايده عشان يسلم عليه، وبالفعل راندي اورتن سلم عليه. بس كان راندي اورتن ليه نظرات كده مش تمام على اللقب، اللي هو كان بيبص للقب بصه حلوه كده، بصه عجبتني بصراحه يعني. وهو ده بقى اللي انا كنت بكلمكم عليه، ان لو اعلان تريبل اتش ده كان من بدري شويه كنت هتحس بجمدان اكتر واكتر في الكينج اوف ذا رينج، خاصه عشان خاطر راندي اورتن وكودي رودز، العداوه المنتظره في 2024 او 2025. بس مش عارف ليه في المشهد ده تحس ان راندي اورتن ضخم جدا بزياده، مش عارف ليه حسيت ان هو ضخم والفورمه بتاعته جامده جدا وتقيله، الذهب لا يصدق ما بيصديش يعني بجد. المهم بعد كده بقى بيدخل الامريكان نايت مير كودي رودز، دخل وسط تفاعلات جامده جدا جدا من الجماهير. وشايفين الشخص ده اللي هو رافع اليافطه بتاعت كودي رودز دي، ده واحد صاحبي عرفته هنا في القناه اسمه عمر كردي، بس حسابه معايا بقى بعدين على اليافطه اللي هو ماسكها دي ماشي. المهم انا طبعا بهزر يا عمر يعني، اكيد بهزر يعني. المهم دخل كودي رودز وسط التفاعلات الجامده جدا من الجماهير، ولسه يا دوبك هيقول قام دخل قطعه لوجان بول، وبرضه عملوا هما الاثنين حوار كده مع بعض. هنلخصه سريعا. ملخص الحوار ان لوجان بول قال له انا في المؤتمر امبارح اديت القبضه الحديديه اديتها لمايكل كول عشان انا اقدر افوز عليك من غيرها عادي جدا. فكودي رودز قال له انت اديتها له فعلا، بس ممكن يكون معاك واحده ثانيه عادي جدا. فلوجان قال له انت عبيط، انت بتشكك في ذمتي، انت بتقول عليا ان انا كذاب. قال له انت كذاب ومحتال. وعشان نثبت عكس الكلام ده الحكم موجود اهو، هيجي بنفسه يفتش ويشوف. وبالفعل الحكم طلع فتش كودي رودز ما لقاش معاه حاجه، ولكن لما فتش لوجان بول طلع من جيبه القبضه الحديديه دي. فساعتها لوجان بول قعد يتنطط ويقول ده البنطلون ده مش بتاعي، ده البنطلون ده بتاع اخويا وانا لبسته بالغلط وكل الكلام ده. وبعدين انا ساعات بمشي بيها كده دفاعا عن النفس، الدنيا ما بقتش امان دلوقتي، بحمي بيها نفسي يا عم، لكن انا بكره مش هستخدمها معاك، انا هقدر افوز عليك من غيرها عادي جدا. المهم كودي رودز ساعتها اتعصب عليه جدا وقعد يعرفه ان هو مش مصارع، هو مجرد مؤدي بارت تايم بيجي يلعب ماتشين 3 في السنه وشكرا على كده، وانه لو عاوز يبقى مصارع فعلا فلازم يحترم الحلبه دي ويلعب بشرف ويظهر باستمرار. وقال له في الاخر انا بكره هفوز عليك وهخليك تندم على دخولك الحلبه معايا. وبس كده انتهت الفقره دي على كده. طبعا الفقره دي او البرومو ده مش هيترتب عليه اي حاجه جديده خالص، النتيجه كده كده محسومه يعني. ولكن بصراحه حابب اقول ان كودي رودز كان حلو جدا في البرومو ده، اداؤه في البرومو ده كان احسن بكتير من البروموهين اللي هو عملهم قبل كده دول. لوجان بول ايوه بالظبط، كان احسن من البرومو التعبان ده فعلا بجد والله. كودي النهارده كان حلو جدا يعني. الواحد لما بيلاقي حاجه حلوه بيقول يعني، لما بنلاقي حاجه حلوه بنقول، لكن لما بنلاقي حاجه مش حلوه برضه بنقول يعني. لا كان حلو جدا على المايك النهارده في البرومو ده، في الفقره كلها عامه يعني. وديها 7.5 من 10. بعد كده بقى بنلاقي ايجي ستايلز بيروح لنيك الدس وبيقول له انا كنت على وشك ان انا افوز على كودي رودز في فرنسا، وبعدها كنت على وشك ان انا افوز على راندي اورتن واكون ملك الحلبه، بس ده ما حصلش. فانا مش بطلب منك غير فرصه واحده بس للعب على بطوله الدبليو دبليو اي، فرصه واحده بس. فنيك الدس ساعتها قال له انا عارف ان انت عاوز تكون بطل الدبليو دبليو اي وانا بحترمك جدا على فكره وكل حاجه، بس عشان تاخد الفرصه دي لازم تكون تستحقها، وعشان تستحقها لازم هتاخد وقت كبير. فايجي ستايلز ساعتها قال له للاسف انا ما عنديش وقت خلاص. فنيك الدس قال له وانا للاسف مش هقدر اساعدك، فسابه ومشي بس كده. ولكن حته ان ايجي ستايلز قال له انا ما عنديش وقت دي تقريبا قصده بيها على اعتزاله. المشهد ده بصراحه ضايقني جدا، لان حسيت ان ايجي ستايلز يستاهل فرصه ويستاهل ان هو
يكون بطل الدبليو دبليو اي، لان بجد الراجل ده بالرغم من ان هو كبير في السن الا ان انت ما تحسش خالص ان هو كبير في السن، والا انه حبه وشغفه وحياته كلها في المصارعه، وبالرغم من انه كبير في السن عامل فورمه احسن من مصارعين شباب كتير جدا والله بجد. فالراجل ما زال شغال على نفسه وما زال مستمر وما زال بيتطور، ويعني بجد يستاهل ياخد فرصه. فاللي ضايقني بقى ان انا حسيت ان نيك ألدس هنا بيقول له الله يسهل لك، اللي هو روح لف لفه كده وتعالى لنا تاني. فحاجه ضايقتني جدا، في حين ان واحد زي لوجان بول معلش يعني ما عملش اي حاجه بربع جنيه وخد فرصه على اللقب عادي جدا جدا. فدي الحاجه اللي ضايقتني جدا يعني. عموما هو ده اللي حصل، ولكن شكل ايج ستايلز مش هيسكت وممكن يعمل حاجه. ايه بقى الحاجه اللي ممكن يعملها دي؟ انا مش عارف بصراحه، بس حاسس ان هو هيحاول يعمل حاجه، هيبوظ لهم ماتش، هيدخل في عداوه ثلاثيه كده يعني، اللي هو هيعمل حاجه غصب عن نيك ألدس في الاخر يعني. بس كده. فعموما هنشوف. بعد كده برضو في الكواليس بنلاقي بول هيمان بيقول لسولو سكوا: سولو، انت عارف ان تونجا لوا مش مسموح له بالسفر للسعوديه بسبب الماضي بتاعه؟ ايوه عارف. واكيد عارف برضو ان الناس اللي انت عمال تجندهم في البلاد لاين دول ناس خطيره جدا للغايه وما ينفعش تجيبهم. ايوه عارف. وعشان كده رومان رينز ما جابهمش البلاد لاين قبل كده. بقول لك ايه انا هنا لحد لما رومان رينز يرجع، انا المسؤول عن البلاد لاين، ولو انت عندك اي مشكله في ده فروح حل مشاكلك مع نفسك. سبب تجنيد سولو سكوا ليا في البلاد لاين هو عشان ان انا راجل خطير جدا، دينجرس، وبكره هرجع الكينج اوف ذا رينج ملك الحلبه للبلاد لاين من تاني، وكل ده باوامر من الترايبال شيف. انا بقى نفسي افهم مين الترايبال شيف اللي هو قصده عليه بجد. الروك هو الترايبال شيف اللي هم قصدهم عليه ولا ايه؟ مش فاهم. لان لو تاما تونجا قصده على سولو سكوا، طب ما يقول سولو سكوا، او حتى يبص على سولو سكوا وهو بيقول الترايبال شيف. لكن هو من الواضح كده ان هو مش قصده على سولو سكوا ان هو الترايبال شيف، لا شكله مش قصده على سولو، شكله قصده على حد تاني. فالحد التاني ده يا اما الروك يا اما جاكوب فاتو. ليه بقول جاكوب فاتو؟ لان بما ان الدبليو دبليو اي خايفه ان جاكوب فاتو يغطي على سولو سكوا، فليه ما يخلوش جاكوب فاتو هو الترايبال شيف للبلاد لاين الجديد ويكون تاما تونجا هنا قصده عليه؟ ليه ما يكونش كده؟ ليه ما نفكرش في الحته دي؟ هو طبعا يعني الاقرب للموضوع ده هو الروك، ولكن لو الروك مش فاضي ومش هيعرف يجي وكل الكلام ده، فليه ممكن ما يكونش قصدهم هنا على الترايبال شيف بانه جاكوب فاتو؟ ليه لا؟ عموما هنشوف، مش عاوزين نستعجل، ولكن انا الكلمه دي وقفتني شويه يعني. وعموما برضو لحد دلوقتي مازال سولو سكوا عمال يهري ويكذب على بول هيمان، وكل الكلام اللي هو بيقوله ده كذب في كذب اصلا يعني. بس كده. بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا. دخل الفايبر راندي اورتن وسط تفاعلات جامده جدا من الجماهير. الواد ده يا عيني هنا كان هيموت من الفرحه حرفيا، وراندي اورتن كان بيمضيله على الشوز بتاعه. لا الجماهير فعلا حابه راندي اورتن بشكل قوي جدا جدا يعني. اكتر حد كان محبوب النهارده كان سامي زين وراندي اورتن وكودي رودز وال نايت. المهم بعد كده دخل سولو سكوا وتاما تونج. ايه يا سحليه انت؟ ايه يالا شغل السحالي ده انت جاي من الغابه جدا يالا. المهم بدأت المباراة وكانت قوية جدا جدا من الاثنين، وراندي اورتن هقولها وهفضل اقولها الذهب لا يصدأ بجد. وتاما تونجا برده كان على وضعه جدا، وحاول سولو سكوا يتدخل في المباراة بس خد اللي فيه النصيب، وفي الاخر خلصها راندي اورتن بواحدة اركيو، وهو اللي فاز وهو اللي اتأهل للنهائي قدام الرينج جنرال جونتر وسط فرحة وتفاعلات وهتافات قوية جدا جدا من الجماهير. وبعد اعلان تريبل اتش ده ربما ممكن نلاقي اورتن بيعملها النهارده وبيفوز، ونشوف عداوة جامدة جدا بينه وبين كودي رودز على الاندسبيوتد دبليو دبليو اي في سمر اسلام. المهم بعد المباراه سولو دخل صب على راندي اورتن، قامت دقت موسيقى كيفن اونز ودخل كيفن اونز بسرعه ولحق راندي اورتن، وكان هياخد سولو سكوا واحده ستانر، بس سولو سكوا خلع منها ورجع كيفن اونز اخيرا، وهو وراندي اورتن حيوا الجماهير وانتهى العرض على كده. والنهارده في الكينج اوف ذا رينج هنشوف ماتش عظيم بين راندي اورتن وجونتر، واتمنى نشوف مفاجاه حلوه النهارده ودي للماتش ده 8.5 من 10. بعد العرض بقى طلع فخر العرب سامي زين، طلع ولعب ماتش كده مع الفا اكاديمي، بس سامي زين بعدها عمل فقره بالعربي حلوه جدا جدا مع الجماهير، واسمعوا كده الفقره سريعا. ارجع لبلد عربي، لبلد اسلامي، اول بطل في التاريخ الدبليو دبليو اي، اول بطل انتركونتيننتال عربي ومسلم في التاريخ. اول
البطل انتر كونتيننتال عربي مسلم في التاريخ. اللقطه دي دخلت دماغي كده وعششت جوه دماغي كده. كلمه جامده جدا من سامي زين بجد، انا بحييه عليها وبسقف له بجد والله يا جدعان. النهارده في الكينج اوف ذا رينج بجد لازم الجماهير تعمل كل ما في وسعها مع سامي زين. لازم الجماهير تشجع سامي زين جامد، يعني مش عارف اقول ايه بس جامد، لازم يشجعوه جامد بجد. وبصراحه الجماهير النهارده ما قصرتش خالص مع سامي زين، عجبني جدا تفاعلهم مع سامي زين وقعدوا يغنوا له بالعربي. اسمع كده. سامي زين يا هوبا ايه العظمه دي كلها، سامي زين يا هوبا ايه العظمه دي كلها. سامي زين يا أبها ايه العظمه دي كلها. انا اعتقد الهتاف ده او الاغنيه دي عندنا في مصر يعني، اعتقد يعني تقريبا، مش فاكر بصراحه شفتها في انهي فيلم، بس يعني هي غالبا من عندنا يعني، بس عجبتني جدا جدا بصراحه يعني. المهم يعني هو ده اللي انا كنت بكلمكم عليه، ان هم يهتفوا بالعربي عادي جدا، المهم ان هم يعملوا اجواء جامده واجواء حماسيه كده يعني، ده اللي انا قصدي عليه. عموما النهايه دي كانت حلوه جدا، والعرض كله كان حلو الى حد ما، فقراته كانت بسيطه ومتواضعه بس كانت حلوه، واديله 7 من 10. واجمد حد فيه بالنسبه لي كان الليجند كيلر راندي اورتن. وفي انتظار ان شاء الله النهارده عوده العم هودي ان شاء الله باذن الله يعني. وبس كده، قول لي بقى في الكومنتات توقعاتك ايه الماتش جونتر وراندي اورتن بعد الاعلان اللي اعلنه تريبل اتش في سامر سلام ده. مستني بعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.